هذه الحفرة هي التي تسمى قبرا. هذا المكان هو الذي ينتظرنا جميعا. الفقهاء يرغبون ويدعون بأنه ينبغي أن يعمق القبر، خشية من النباشين سابقا، خشية من السيول التي تجرف حتى لا يخرج الجسد، من السباع، من أشياء كثيرة. لكن العبرة بمن مات وعلى ماذا مات. كم هو معنى عظيم أن تكون النهاية كما قال الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه: وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. النهاية تكون هنا للجميع. هذا القبر من السنة عندما يحفر، حتى نشرح للناس كيف يأتي الإنسان هنا، أن يكون زاوية القبر مائلة ومحفورة بحسب حجم الإنسان، تسمى لحدا يلحد فيها الإنسان. فعندما ينام الميت رحمة الله عليه هنا، يأتي أهله والعاملون هنا لكي يسجى هذا الإنسان الذي لا يملك من أمره شيئا يا جماعة، ويفك الكفن، حبال الكفن تفك ويكشف عن الوجه، ويوضع خده على التراب هنا، وعلى جهة القبلة، قبلة الصلاة، على جهة القبلة يوضع الوجه. وتحت الرأس لا توضع مخدة يا جماعة من ريش ولا من قطن فاخر ولا مخدة صحية، إنما شوية تراب تحت رأسه يرفع بقليل من التراب. وعلى ملة رسول الله. ثم يؤتى بهذا الطوب ويغطى هكذا يا أخواني، علي وعليك وعلى الجميع، يغطى هكذا، وبعدها طوبة أخرى وتغطى هكذا، وهو تحت في حفرة وحيد فريد، ليس معه إلا شيء واحد: العمل الصالح يا أخواني. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. قال عليه الصلاة والسلام: يرجع المال ويرجع الأهل ويبقى العمل هنا. بعد ما يحطون الطوب يا أخواني، يأتون بالطين ويسكرون هذه الأماكن بالطين، ثم يخرجون من القبر ويهيلون عليه التراب. من اللي يهيل علينا التراب يا جماعة؟ أنا واقفين جماعة المقبرة هني، ما تلاحظون يا أخوان أنتوا أقرب دائما؟ من الذي يهيل؟ من اللي يحرص أنه يأخذ الشبل ويدفن ويأخذ التراب ويدفن؟ من؟ أقرب الناس، أحب الناس يا جماعة، اللي ما يرضون، لا الأم لا الأب لا الخال لا أحد، لا يرضى أحد أن تجرح على وجهك أو شوية غبار يمر عليك. نعم، ولكن أقرب الأقارب هم الذين يهيلون عليك التراب. يا لها من عبرة ويا له من موقف.